يعني ايه اصلا احتقان الحوض؟ لانه مصطلح اعتقد جديد، يعني مش يعني الناس كتير ما تعرفوش. هو كمصطلح يعني جديد زي ما حضرتك قلتي للعامه للناس. احنا كاطباء معروف المصطلح من زمان يعني، لكن مؤخرا فعلا ابتدى المصطلح ينتشر وابتدى بقى السيلف اديوكيشن بتاع الناس والميديكال اديوكيشن بالذات يزيد شويه. فالناس ابتدت تدور على يعني ايه احتقان الحوض، احتقان الرحم، دوالي الرحم، دوالي الحوض. هو ده يعني دوالي الرحم ودوالي الحوض هي دوالي عاديه جدا زي دوالي الرجل. هو الاحتقان هو دوالي الرحم، يعني احتقان الحوض هو ده نفس المسمى لنفس المرض بس بمسميات مختلفه بس مش اكتر. هي بتبقى اورده حوالين الرحم والمبيض والقنوات بتاعه المبيض. الاورده دي بتحتقن بالدم. الاورده دي ليها صمامات. الصمامات دي لما بيحصل فيها مشكله او تلف ممكن تبقى مشكله وراثيه، ممكن يبقى تعدد ولادات، ممكن يبقى ستريس. بتخلي الدم يتجمع حوالين الرحم في منطقه الحوض اللي تحت. فمن هنا جاء المسمى اللي هو دوالي رحم او دوالي حوض او احتقان حوض، كلها مسميات لحاجه واحده بس. مازن ميديا برودكشن.